تب إلى ربك يا أخي قبل أن ينزل الموت بساحتك، قبل أن يأتيك الموت. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، هؤلاء الذين يتوب الله عليهم ثم يتوبون من قريب، فأنت تتوب إلى الله. وكل مسلم مطالب بالتوبة إلى الله والرجوع إلى الله. قال ربنا في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، بشرط: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فالتوبة إلى الله تجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة. ولهذا ما أكثر الذنوب التي ارتكبها المسلمون: التبرج. وما كنت أظن أن تصبح الراقصات من المسلمين في أوساط المسلمين، ما كنت أظن هذا، أن رجالا يحملون ألوية القيادة وربما نظروا إلى مثل هذا الفساد. ما كنت أظن أن رجلا من الأمة في قلبه غير على الدين أن يرى الاختلاط ويجيز الاختلاط بين الرجال والنساء. ما كنا نظن هذا. والرسول يقول: صنفان من آل النار لم أرهما: رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. ما كنا نظن أن المعاصي تنتشر بهذه الصورة الفاضحة في أوساط المسلمين. ولهذا أيها المسلمون، إذا لم نتب إلى الله فلا نلومن إلا أنفسنا، فالبلاء ينزل في الدنيا وعقوبة الله في الآخرة أشد وأفظع، أشد وأفظع إذا لم نتب إلى الله. وإذا لم نرجع فالواجب أن نقيم شرع الله. إذا أردنا أن يرفعنا ربنا، وإذا أردنا أن ينصرنا ربنا، وإذا أردنا أن يمكن لنا في أرضه، لا بد أن نستقيم على طاعة الله وأن نلتزم بأوامر الله رب العالمين. ولهذا أخوة الإيمان، ما دام باب التوبة مفتوحا، وما دمت حيا، وما دمت قادرا على التوبة، وما دامت روحك في جسدك، بادر إلى التوبة. وانظر، ربما يسوف بعض الناس بالتوبة ويقول: سأتوب غدا، سأتوب بعد غد، بعد شهر. وماذا ما يدريك أنك تموت الليلة؟ وما يدريك. وانظروا حوادث السيارات، وانظروا إلى الموت، وانظروا إلى السكتات، وانظروا إلى الجلطات، وانظروا إلى الشلل، وانظروا إلى أمراض السرطان، وانظروا إلى الأمراض الكثيرة المنتشرة في أوساط المجتمع. تجد الرجل تلتقي به ثم تمر وتفارقه، فما تمشي إلا كذا إلا وقد جاءك نبأه: فلان مات. تب إلى الله قبل الندم، وقبل أن يحل بينك وبين التوبة. إذا نزل الموت بساحتك الله لا يقبل توبتك. قال ربنا في كتابه الكريم في شأن فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، اليوم ننجيك ببدنك
لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. أبى الله أن يقبل توبته عند نزول الموت، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. إخوة الإيمان، توبة إلى الله. الدشوش أصبحت تفسد في البيوت، الأغاني التي قال عنها ربنا في كتابه الكريم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. هذه البشارة للمغنين عذاب مهين وعذاب أليم، فما بالك ما حواها الدش من المفاسد الأخرى. إذا كان هذا صنف من أصناف المعاصي بشر الله أهله بالعذاب المهين الذي يهينهم ويخزيهم في القبر ويوم القيامة وفي جهنم، وكذلك أيضا العذاب المؤلم الذي يؤلم أجسادهم بسبب الأغاني، فما بالك بالمعاصي.